السلام عليكم الإخوان الأخوات. في هذا الفيديو غنحاولوا نجاوبوا على واحد السؤال اللي بزاف ديال الناس كيطرحوه، سيرتو الناس اللي كاريين ولا اللي عنده شي دويره كاريها لشي حد. كيقول لك اودي واش عنده الحق مثلا يزيد عليا في السومه الكرائيه. الناس اللي كاريين يقول لك وامتى هذا الشيء، يعني واش كل عام ولا كل 6 شهور؟ كيفاش كدار هاد الزياده؟ يعني المسطره اللي خصو يتبعها الواحد باش يطلب هاد الزياده الا كنتي مثلا مول الدار. اول حاجه قبل ما نجاوب على هذا السؤال، كاين واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. على حسب القانون 67 12 كيقول لك بعد العقد الكراء خص ضروري يكون فيه مجموعه من الحوايج خصو يداروا في هذا العقد الكراء، ومن بينهم كاين الثمن ديال الكراء، المده، الهويه ديال الطرفين، والشروط ديال الاستعمال. الشروط ديال الاستعمال هنايا كتحدد واش هذيك الكرا، يعني هذاك المحل غتستغلو مثلا الاستثمار ولا غتستغلو في السكن. المهم بالنسبه للعقد خص ضروري يكون مكتوب. هنايا غندوزو غنحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال اللي طرحنا في هذا الفيديو هذا: واش مول الدار يعني يقدر يزيد عليا في السومه الكرائيه؟ الجواب هو اييه، يقدر يزيد عليك، ولكن ماشي كيف بغا. يعني كاين واحد القانون اللي كينظم هاد الزياده هذه. مول الدار عنده الحق يزيد عليك في السومه الكرائيه كل مره في كل 3 سنين. يعني انت مثلا كريتي من عنده مثلا في 2023 2026، ابتداء من 2026 عنده الحق يزيد عليك في السومه الكرائيه، وكل 3 سنين عنده الحق يزيد في هذه السومه الكرائيه 8%. وهذا الشيء غالبا الناس الاغلبيه كيديروا في عقد الكراء. يعني كيكون واحد البوند في عقد الكراء كدار فيه هذيك النسبه ديال الزياده منين غدوز هذيك 3 سنين. يعني باش تكون هاد الزياده صحيحه، باش ما يكونش فيها مشاكل، يعني من الديبار من البدايه منين كتجي تسني معاه الكونطرا ديال الكرا، مول الدار كيدير واحد البوند تما كيقول لك اودي راه كل 3 سنين غدار مراجعه للثمن ديال الكراء. كيقول لك كل 3 سنين غتزيد 8%. هذا الشيء اللي كاين في القانون ديال 67 12. الى في الحاله ديال الا ما كانتش في عقد ديال الكرا، يعني ما درناش هذيك 8% وداز 3 سنين، في هذه الحاله هذه انت الا كنتي مثلا الا الدار ديالك كنتي الملك وبغيتي بغيتي تطلب هذه الزياده هذه، اول حاجه ديرها يعني بالتي هي احسن، تهضر مع هذاك السيد اللي كاري من عندك وتهضر معاه تقول ليه ودي راه سميتو هذاك الثمن راه ما بقاش مسلكني وهذه وغطلب هذه الزياده هذه شفويه. من بعد واخا اتفق معاك شفويا غتحاول تصيفط ليه واحد الرساله مع اكيوزي دو ريسيبسيون، كيتسمى مع الاشعار، باش كوم كوا راه هذاك السيد راه وصلته فعلا، هذاك وصل له داك الاشعار، باش يشوف باللي نتايا باغي تطبق هذيك الزياده ابتداء من هذاك التاريخ اللي وصل لك هذيك لا لتر افيك اكيوزي دو ريسيبسيون، هذيك البريه وصلته صافي. من ابتداء من هذاك التاريخ كتبدا الزياده. الا قبل السيد راه هي هذيك، الا ما قبلش في هذه الحاله هذه راه كدوز معاه سميتو ضروري كتمشي معاه للمحكمه. هنايا باش زوين انه تصيفط ليه واحد الاشعار كتابي، هي انه غدا بعد غدا مثلا انت وصلتي معاه للمحكمه ودازت واحد 6 شهور ولا عام كاع ديال التجرجير، وحكمت لك المحكمه كتحكم عليه باش يخلصك الزياده ديال كاع هذوك الشهورات اللي فاتوا. يعني حيت نتايا كنتي درتي واحد الرساله قلتي ليه باللي هاد الزياده هذه كتبدا من التاريخ ديال التوصل هذيك لا ليتر. على داك الشيء المحكمه ملي كتحكم كتاخذ بعين الاعتبار هذاك التاريخ فين وقاش صيفطتي هذيك الرساله افيك اكيزي دو ريسيبسيون، لا مع اشعار كتابي بالتوصل. هذا الشيء باش زوينه انك تصيفط واحد الاشعار. الى السيد رفض، وإلا السيد رفض، يعني المكتري رفض انه يخلص هذيك الزياده، في هذه الحاله هذه راه عندك الحق تبدا معاه المسطره ديال الافراج. في هذه الحاله هذه كتبدا معاه المسطره ديال اول حاجه كدير ليه الانذار، يعني هذاك الانذار بالاداء باش يخلص. هذاك كتصيفط ليه موراها كتصيفط ليه واحد الاشعار رسمي للمكتري منين كدوز هذيك 3 شهور ما خلصكش. وموراها عندك الحق تمشي للمحكمه، كتبع واحد المسطره استعجاليه باش تصادق على هذاك الاشعار،
وصافي المحكمة كتحكم بالإفراغ، وديك الساعة كترجّع الدار ديالك. يعني هذه من حالة من الحالات اللي تقد دير الإفراغ لهداك اللي كاري عندك. وكاين واحد الحالة خاصة ديال هادوك الناس اللي كاريين مثلًا بواحد السومة قليلة أقل من 400 درهم. بالنسبة للزيادات كتكون مختلفة شوية. القانون كيعطي سميتو لمول الدار يفرض، ماشي يفرض زيادة، ولكن يطلب زيادة للحدود ديال 50% من هداك الثمن اللي كان كاري به. يعني إلا كان كاري مثلًا بواحد 400 درهم، يعني عنده الحق يطلب حتى ل200 درهم زايدة، يعني 50% ديال 400 درهم اللي هي 200 درهم، باش يوصل لهداك السومة الكرائية توصل ل600 درهم. وموراها بطبيعة الحال كاين هداك المبدأ ديال المراجعة كل 3 سنين، يعني كل 3 سنين عنده الحق في 8% ديال الزيادة. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى تكون الأمور واضحة. إلا عندكم شي تساؤل ولا بغيتوا تعرفوا المسطرة بالتفاصيل ديال الإفراغ، كتبوا لي في التعاليق، وإن شاء الله غنحاول نجاوب، ندير المجهود باش نجاوب كل واحد فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.